السلام عليكم. قصة النهاردة أحداثها فعلا مثيرة، وركزوا معايا لأنها قصة فريدة من نوعها من الأحداث اللي تمت فيها. والأحداث تبتدي سنة 2004 لما 5 شباب اغتصبوا بنت وقررت إنها تنتقم منهم شر انتقام من غير ما حد يكشفها ولا يعرف عنها حاجة. وإزاي اتغيرت البنت الجميلة المشهود ليها بالهدوء والأدب لوحش وانتقمت من كل اللي اغتصبوها. في التسعينات في المغرب كان في بنت جميلة اسمها فاطمة بوخاري، كانت مجتهدة جدا في دراستها ومحبوبة من كل الناس اللي حواليها. وبعد ما اتخرجت من الجامعة قررت انها تنقل حياتها من قريتها للرباط عاصمة المغرب عشان تدرس كلية الطب وتحقق حلم حياتها انها تعالج الاطفال والناس الغلابة في قريتها اللي عاشت فيها. وجت السنة الأخيرة والحلم بيقرب منها وهي في قمة السعادة، وابتدت تدور على شغل عشان تصرف على نفسها وتشيل العبء من على أهلها. وفعلا لقيت شغل والدنيا ابتدت تتحسن معاها لحد يوم 25 أكتوبر سنة 2004، اليوم اللي اتغيرت فيه حياة فاطمة نهائي واتقلبت حياتها رأس على عقب. اليوم اللي كانت ماشية فيه في حي يعقوب منصور في مدينة الرباط، وفجأة تظهر عربية سوداء ماشية جنبها، وفاطمة ما ادتش أي اهتمام وفضلت ماشية في طريقها. والغريب إن العربية فضلت ماشية وراها، ولاحظت إن اللي سايق العربية شاب صغير ولابس نظارة سوداء. وفي لمح البصر نزلوا 2 من العربية شالوها ودخلوها العربية بالعافية. وحاولت فاطمة تصرخ بكل قوتها وتستنجد بأي حد يلحقها، وضربها واحد من الاتنين اللي راكبين جنبها بالقلم. وهنا سكتت نهائي فاطمة، وقررت إنها تعرفهم إنها في الجامعة وإنسانة محترمة ومش من بنات الليل. وترجتهم كتير إنهم يسيبوها في حالها ويرحموها. واتأكدت فاطمة إنها مخطوفة، وابتدت تركز في الطريق اللي العربية ماشية فيه علشان تعرف هم واخدينها على فين. العربية دخلت حي سيدي يحيى. واحد من اللي في العربية طلب إن العربية تقف، وغموا فاطمة قبل ما يوصلوا المكان اللي هيقفوا فيه بشوية. وفاطمة ابتدت تعد المسافة من بعد ما غموها على دقات قلبها، ووصل عدد النبضات لحد ما العربية وقفت 562 نبض. وبعد ما وقفت العربية سمعت صوت بوابة حديد بتتفتح، ودخلت العربية من البوابة ووقفت. عرفت فاطمة إنها وصلت المكان الأخير، وشالوها دخلوا بيها البيت. وعرفت إن في ناس مستنياهم في البيت غير ال3 اللي كانوا معاها في العربية. وشافت 2 تانيين، كده بقوا 5 أشخاص، وواحد منهم وجه مسدس ناحيتها وقال لها لو ما نفذتيش اللي هنقولك عليه هقتلك دلوقتي. وفجأة ابتدى 4 أشخاص بالاعتداء عليها، ونادوا على زميلهم الخامس، وبقوا ال5 بيعتدوا عليها في وقت واحد. وفضلت تترجاهم يسيبوها ويرحموها، لكن من غير فايدة. وفضلوا يغتصبوها لمدة 3 أيام لحد ما الأكل والشرب اللي معاهم خلص. وهنا